بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. فهذه كلمة موجزة ونصيحة نافعة لي ولكم في أمور دينكم وأمور دنياكم. فأولا تقوى الله سبحانه وتعالى والإيمان به والعمل الصالح، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، حتى أن الله سبحانه وتعالى لم يستثن فيها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث ناداه: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما خبيرا. فالتقوى هي رأس كل خير، وهي سيرك إلى الله سبحانه وتعالى وإلى مرضاته وإلى بلوغ جنته بإذن الله تعالى. الأمر الثاني